مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، معكم أنا آريا حاجي في الزاوية البيئية. إن واحدة من أكبر المشاكل التي يواجهها العالم اليوم هي التلوث البيئي، وزيادة مع كل عام يمر يزداد التسبب بوقوع ضرر يتعذر إصلاحه على الأرض. ويتكون التلوث البيئي من 5 أنواع أساسية من التلوث، هي الهواء، الماء، التربة، الضوضاء والضوء. مستمعينا، إن تلوث الهواء هو إلى حد بعيد الشكل الأكثر ضرراً من التلوث في بيئتنا. فتلوث الهواء يعود سببه إلى الدخان الضار المنبعث من السيارات والشاحنات والمصانع، وهي ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين. حتى الدخان الناتج عن حرق الأوراق والسجائر يعتبر مضراً للبيئة، ويتسبب بالكثير من الضرر للإنسان والغلاف الجوي. ويعتبر دليلاً على زيادة تلوث الهواء الزيادة في عدد المصابين بسرطان الرئة، الربو، الحساسية والمشاكل المختلفة في التنفس، جنباً إلى جنب مع أضرار جسيمة وغير قابلة للإصلاح مما يؤثر على النباتات والحيوانات. مستمعينا الأعزاء، إن مركبات CFC التي تصدر من الثلاجات ومكيفات الهواء ومزيلات العرق والمواد الطاردة للحشرات تسبب أضرارا بالغة للبيئة والأرض. فهذا الغاز قد يعمل على الإضرار بالغلاف الجوي ببطء واستنزاف طبقة الأوزون، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. وكذلك الحروب وما يخلف عنها من استخدام للأسلحة الفتاكة التي تعصف بالإنسان والكون بصفة عامة، وتعمل على موت الكائنات الحية والمزروعات التي تنتج الأكسجين، بالإضافة إلى التسريبات التي تؤثر في صحة الإنسان بشكل كبير وقد تؤدي إلى الوفاة من وقت إلى آخر. مستمعينا، هناك العديد من الحلول التي تساعدنا في التخفيف من التلوث الهوائي الذي يعتبر السبب الأساس لتآكل طبقة الغلاف الجوي. ولكي لا نصل إلى هذه الحلقة النهائية من حلقات التلوث البيئي، يجب أن نضع الحلول التي تنقذنا من الهلاك الأكيد. في سبيل ذلك يجب علينا العمل على وضع مصافي لتنقية ما يخرج من غازات وعوادم من السيارات والشاحنات وغيرها التي تلحق الضرر بالبيئة وغلافها الجوي. وكذلك العمل على تخطيط المباني العمرانية وفق أسس بيئية لتفادي الاختناقات المرورية. ويجب أن تعمل الجهات المختصة بالحفاظ على البيئة على التخلص السليم من النفايات الصلبة وفق خطة تقي البيئة من الأخطار الناجمة عنها، والحد من الغازات المنبعثة منها التي تنجم في حال تم دفن هذه النفايات أو حرقها. مستمعين الأكارم، ختاماً، إن التلوث كل يوم في ازدياد، ويجب أن يكون هناك توعية نابعة من الإنسان نفسه تهدف إلى التخلص من هذه الملوثات. وللحصول على بيئة نظيفة وهواء عليل خال من الغازات السامة، علينا العمل على توسيع المساحات الزراعية وزيادة الحدائق والمتنزهات والأشجار، وكذلك المسطحات الخضراء داخل المدينة، لما تلعبه دور في تنقية الهواء من الملوثات. وبالتالي العمل بشكل أساسي على إحياء المشاريع التي تساعد في التخفيف من حدة التلوث، والتي تعمل على إعادة الإعمار للبيئة بشكل عام والإنسان على وجه الخصوص. مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية زاويتنا لهذا اليوم عبر أثير هيفي اف ام. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.